يا هلا ومرحبا فيكم في بودكاست حياة ميمونة. أنا ميمونة اللي دايما تتفلسف على أشياء صغيرة وتطلع منها بحكايات كبيرة. اليوم بنسولف عن شيء دايما نمر عليه، نشوفه نستخدمه أحيانا بس يمكن ولا مرة فكرنا فيه عدل. الأدراج اللي يصوب السرير أو الكومودين أو ما أعرف شنو تسمونه. اي والله، هالأدراج اللي دايما واقفة يمنا في الليل، ما ندري هي تخزن أسرارنا ولا فوضتنا ولا مجرد مكان نقط فيه كل شيء ما نبي نشوفه. خلونا نغوص في هالموضوع ونكتشف ليش سووها وشو نخزن فيها، وليش احنا نحب نخش الأشياء تحت المخدة أو في الدرج بدل ما نواجهها. في بداية تصميم غرف النوم، الناس كانوا يحتاجون شيء بسيط، مكان يحطون فيه شمعة أو كتاب أو حتى نظارة. يعني الأدراج الجانبية ما كانت رفاهية، كانت حاجة أساسية، خصوصا قبل لمبات الليل وقبل ما الناس يشحنون تلفوناتهم تحت المخدة. لكن مع الوقت هالدرج تحول من وظيفة إلى مخزن مشاعر، وصار كل واحد فينا يستخدمه على مزاجه. يعني في ناس تحط فيه قرآن ومسبحة، وناس تحط فيه علج وكريم يد، وناس تحط فيه رسائل قديمة أو حتى دموع ما لقيت مكان ثاني. في دروج تقولك عن صاحبها أكثر من كلامه، مثلا واحدة درجها مليان دفاتر وأقلام ملونة بس ما تكتب شيء، كلها ناوية تبدأ journaling من سنة 2019، وكل سنة تتجدد الرحلة. ومن الجانب الثاني واحد حط في الدرج تشارجر وسماعات أساسا ما تشتغل خرابة ونص شي سحاب. درج صاج عدل. هو ناس يرتب حياته من الأساس. وفي أحد كبير في السن حط في الدرج دوا ضغط ومسبحة وحلويات خشنها حق الأحفاد. درجها فيه أمان وطيبة وعناد. وأنا ميمونة درج غرفتي فيه كريم ماي ما استخدمه، دفتر مليان شخابيط وبدايات بدون نهايات، ورسالة كتبتها بس ما أعرف حق من كتب يطرشها، وشوية أوراق مهمة، وجوازي إذا نويت النحشة. يعني بصراحة درجي فيه أنا بس بنسخة ساكتة. اللي يوجع أو اللي يعور شوي إن أحيانا نستخدم الدرج كهروب من مواجهة. ما نبي نشوف الفوضى فنحطها داخل، ما نبي نقط شيء بس بعد ما نبي نشوفها قدامنا فنخزنه. يعني تخيلوا معاي كم سر وكم خوف وكم دمعة نخشها وخفنا نرميها أو نقطها فحبسناها بالدرج. بس حتى الدرج بيختنق. أوقات ننظف الدروج ونحس نفسيتنا ارتاحت، لأن الفوضى مو اللي داخلها اللي كانت تتعبنا، هي الفوضى اللي داخلنا بس كانت متنكرة في الدرج. لو كل فترة فتحنا الدرج ورتبناه يمكن نرتب عقلنا. لو قطلنا شي ما له داعي يمكن نقط شعور ما كان يخدمنا. ولو خذينا شي نسيناه فيه يمكن نسترجع حلم قديم أو نضحك على ذكرى أو نحس إن رجعنا نعيش. الدرج مو مجرد خشبة وصندوق، الدرج مراية صغيرة حق اللي احنا نحاول نخشي عن نفسنا. وهني نوصل نهاية حلقتنا يا رفاق. المرة الجاية اللي تمرون فيها صوب الدرج اللي عند السرير لا تمرون مرور الكرام، بطلوا وتشوفوا شنو فيه. يمكن تلقون شي من الماضي أو تودعونه، يمكن تلاقون نفسكم جالسين ساكتين بين قلم ناشف وساعة خربانة. تذكروا حتى الدرج يحتاج يتنفس مثل قلوبنا، مثل عقولنا، ومثل أحلامنا. كانت معاكم ميمونة من بودكاست حياة ميمونة، اللي دايما تحب تسأل الأشياء اللي نعتبرها بسيطة هل هي بسيطة؟ في أمان الله، ولا تنسون تنظفون دروجكم قبل لا تنامون الليلة.